ده لو حبيت تعرف الخامة كده، تعرف الرف كده زي ما انا وضحت في اكتر من فيديو، تخلع وتبص عليه. لو معاك نجار معاكش نجار، تفتح مش بالوقوف جوه الدولاب او التنطيق جوه الدولاب، ده مش بي I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. من اجمل واحدث غرف النوم اللي هتشوفوها في معرض سمير الشناوي في دمياط. النهارده بنقدم لكم غرفة مميزة جدا. اهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتدعمونا بالاشتراك والمتابعة. زي ما انتوا شايفين السرير بتاعها حاجة بسم الله ما شاء الله، كله شغل أبلكات سح، أساسيات زان. كل الخامات اللي أنا بتكلم فيها ده الخشب الزان الطبيعي. تمام، الخشب الزان الطبيعي بيبقى في الإدراج زي ما انتوا شايفين كده. دي الإدراج بتبقى خشب زان طبيعي. تمام، مفيش أوضة كلها بتتعمل خشب زان. أنا بوضح ده في أكتر من فيديو عشان الناس مغلوطة معاها الفكرة إن هي الأوضة كلها خشب زان. مفيش الكلام ده. حتى لو جبت أوضة ب200,000 جنيه، ده بيبقى أبلكات سه. تمام، وقشر أرو. تمام، زي ما انتوا شايفين قشر أفريقي. ده الشغل المحترم، أنا بكلمك على الشغل الأساس المحترم. تمام، اللي هو معمول خشب وشغل حاجة محترم. تمام، زي ما انتوا شايفين التشطيب من جوه حاجة بسم الله ما شاء الله، ومتنجد من فوق. شايفين الحلية ملزوقة قشرة، شوف لدرجة ايه القشرة ملزوقة. شوف في الحلية بتاعت اليعكات ممكن تدهن، بس شوف الفنيات بقى اللي انا بتكلم فيها. ملزوق قشرة داير ما يدور كله الأوضة كده. دي المصنعيات يعني. شوف لدرجة اما يتلزق قشرة في حتة صغيرة زي دي كده، فدي مصنعيات. تمام، الدرج كومودينو كل ده ملزوق قشر. في ناس بقى تيجي تقلد الشغل، يقوم عامل لك قلب الدولاب من جوه مدهون من جوه، ما يبقاش قشر. فكل الحاجات دي بتفرق في المصنعيات. النهارده عشان اعمل دولاب زي ده كده، اعمل القشره بتاعته بالمنظر ده كده، واعمل القشره متداخله معاها كده بالمنظر ده. فكل الحاجات دي ما يفهمهاش الا ناس عاوزه تشتري موبيليا، حاجه تشرف يعني، حاجه محترم. تمام، انا بحب اوضح كل التفاصيل دي زي ما انتوا شايفين كده. الاستانلس ابسط حاجه. ده استانلس تركيب، مش استانلس سطحي اللي هو بيبقى محطوط على وش الحلية كده. لا، ده استانلس تركيب، حاجة بسم الله ما شاء الله. والاستانلس اللي في السرير معمول بينه وبين التانية حلية غطس يعني، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. كل حاجة معمولة زي ما الكتاب بيقول، والخياطة كمبيوتر وقماش سيزر. فاحنا بنقدم لكم غرفة نوم بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. والدولاب بتاعها 3 ضرفة زي ما انتوا شايفين. الدولاب برضو من جوه بتبقى القواشيط زان، القشرة الأرض. ده الشغل العمولة اللي انتوا بتسموه عمولة، ده الشغل العمولة. تمام، في الناس التانية بتعمل شغل بيبقى كونتر، بيبقى اللي لوحده كونتر زي ما انا وضحت. انما ده الابلكاش السه. تمام، ده لو حبيت تعرف الخامة كده، تعرف الرف كده زي ما انا وضحت في اكتر من فيديو، تخلع وتبص عليه. لو معاك نجار معاكش نجار، تفتح مش بالوقوف جوه الدولاب او التنطيق جوه الدولاب، ده مش بيبين خامة ولا اي حاجة. والشغل النظيف بيبان. تمام، الشغل النظيف بيبان زي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول اوضح كل حاجة في الغرفة، وبحب ادي النصيحة برضو، والرزق بقى بتاع ربنا. ده البرواز بتاعها. دي تعتبر 2 تسريحة، تسريحة دور اهي وتسريحة دور تاني. تمام، وداخل فيها عمود استانلس من تحت، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا التسريحة دي كلها فك وربط، الاكسسوارات على اعلى مستوى. الزان زي ما انتوا شايفين، دي طبعا بتبقى مكشوفة، بتحط فيها الميك اب والحركات كلها. والبرواز بتاعها كله اضاءة ليد. تمام، والله الغرفة مش باينة الا لما تتفرش في المكان بتاعها عشان تبقى انتوا واخدين بالكم. غرفة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، مستوى عالي،
حاجة تشرف وخامة وشغل على أعلى مستوى. تمام. درجة جنب الدولاب شوف عامل ازاي وقشرته وشغله، حاجة محترمة جدا. فيا ريت تقولوا لنا رأيكم، وإن شاء الله اللي أول مرة يشوف صفحتنا موجودة عليها تشكيل كبير، وكل يوم في معرض سمير الشناوي هنقدم لكم حاجات جديدة. أهم حاجة تصلوا بينا على النبي وتقولوا لنا رأيكم، وشكرا.